السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم أخوتي بفيديو جديد وبشرح جديد. طبعا يا شباب، يلي بده رقم أمريكي من البداية بنحكي هذا الشي، بنوضح هذا الشي. يلي بده رقم يتابع الفيديو من البداية للنهاية، ومليون بالمية راح يحصل على رقم، ومليون بالمية راح ياخد رقم ورقمين وثلاثة وأربعة وخمسة. طبعا يا شباب بس تابعوا الشرح من بدايته لنهايته. يا شباب اليوم شرحنا عن برنامج 2NR. كثير من البعض البرنامج ما عم يشتغل عندهم. طبعا اول ما بتفوت على البرنامج مباشرة عم يطالعك منه. طبعا شو السبب هاد يا شباب؟ السبب بدك تتأكد عندك روت ولا ما عندك روت. البرنامج شغال ومية بالمية واحسن برنامج حاليا بهذا الوقت. طبعا انا امبارحة فتحت رقم من هذا البرنامج. راح تسألني كيف فتحته، وهي الرقم كان مستخدم وانا اخذت الرقم. هذا هو الرقم لسه على حاله، فتحته وعفته. الرقم امبارحة فتحته. طبعا يا شباب الكل بده يعرف كيف اذا جهازه فيه روت ولا ما فيه روت. طبعا اول شغلة بتدخل على المتجر، بتكتب هون روت، راح تلاقيه هون تاني برنامج. هذا هو تاني برنامج، بتحمله وبترجع عليه. طبعا اول ما بتدخل على البرنامج راح يفتح لك بهالشكل هذا. طبعا انت كل ما عليك بس تضغط هيك. اذا اعطاك خيار صح معناته جهازك مروت وجهازك فيه روت، واذا اعطاك خطأ معناته جهازك ما فيه روت وبيشتغل معك البرنامج 100% وبدون اي مشاكل. طبعا يا شباب انا جهازي فيه روت، راح اضطر استخدم جهاز تاني. طبعا يا شباب مثل ما شفتوا جينا على الجهاز الثاني ومحملين البرنامج ومجهزينه. راح نفوت على قلب البرنامج، شايفين شغال بدون اي مشاكل. طبعا الرقم يلي فرجيتكم اياه يلي انا فعلته مبارحة مثل ما لكم شايفين يا شباب، هاي الكود واصلني وما في اي مشاكل. يعني البرنامج شغال 100% ومن احسن ما يكون. شايفين شباب هاي الارقام كلياتها انا مفعلها، ويعني ما في اي مشاكل. طبعا من بين اربع او خمس ارقام راح تفعل يعني رقمين ثلاثة. عرفت شلون اخوي؟ كل ما عليك انت بس ركز بالشرح لحتى تفهم كل شي. مثل ما لكم شايفين شباب. طبعا انا شلون بدي اعرف اني جهازي فيه روت ولا لا؟ طبعا شوفوا هذا الجهاز ما فيه روت يا شباب. شوفوا شو عطاني اشارة الاكس. هداك الجهاز عطاني اشارة الصح، معناته هداك الجهاز مروت وهذا الجهاز ما هو مروت. راح امسح بيانات وارجع لكم شباب مثل كأني انتم محملين البرنامج جديد وراح نبلش. طبعا يا شباب مثل ما شفتوا اول ما راح تحمل البرنامج راح نضغط عليه، راح يفتح عنا بهالواجهة هاي. كل ما هنالك راح نكبس الكبسة يلي على اليمين. طبعا هون بخيرك تفتح الحساب على حساب فيس او بتحب على جيميل. طبعا انا راح افتحه على حساب الجيميل مثل ما لكم شايفين شباب. راح اختار الجيميل. طبعا هو نفس الحساب هداك بس مسحت الارقام وعرفت الرقم الشغال عندي. بس هون عم يطلب منك الاذونات، يعني تعطيه سماح لكل الخيارات. راح ندخل شباب ونعطيه سماح لكل الخيارات مثل ما لكم شايفين يا شباب. طبعا راح تعطيه انت السماح بكل الاذونات، ما تعيب شي طاول، لان اذا عفت شي ما راح يشتغل معك البرنامج. انت كل ما هنالك طبق الشرح وراح يشتغل معك الرقم 100%، وراح تحصل على اكتر من رقم. شايفين شباب انا اعطيته هون السماح لكل شي. طبعا راح اطلع من البرنامج، شوفوا شو راح يعطيني. شايفين شباب بس ثواني. طبعا تأكدت من كل شي، ولكن في خيار واحد انا ماني مفعله. راح اطلع، شايفين اعطيني ضرب اكس، معناته في خيار ماني مفعله. راح اضغط على البرنامج واعطيه سماح مثل ما لكم شايفين، واشتغل عندي البرنامج بدون اي مشاكل وبدون اي شي. مثل ما لكم شايفين شباب انا عرفت الرقم هاد بس. وطبعا راح اضيف ارقام هلا هون مثل ما لكم شايفين. راح اختار اربع ارقام كمان فوق هداك الرقم. هداك الرقم شغال عندي وفاتحه نظامي 100%.
واللي بيحب يتواصل معي على الرقم هداك شو فيني ساعده. تكرم عيونكم شباب. طبعا راح اضيف الارقام هون مثل ما لكم شايفين. هيدي مضيوف هون 3 ارقام، وراح اضيف كمان رقم النوب مثل ما لكم شايفين شباب. انت بتختار، يعني ما في داعي انه الرقم هاد ولا هاد، اختار اي رقم بدك اياه كله شغال. عرفت شلون اخوي؟ بس انت تابع الشرح ودققه مثل ما لكم شايفين. يعني لا تقدم الشرح ولا تأخره وتقول لي اشتغل وما اشتغل تكتب لي بالتعليقات. تابع الشرح نظامي وطبقه نظامي، والله راح يشتغل عندك 100% وبدون اي مشاكل. ضل عندي بس هذا الرقم، راح اختاره مثل ما لكم شايفين. هاي راح اضيفه. طبعا انضاف معي الرقم وبدون اي مشاكل. شباب هون صار عندي شقد 5 ارقام. عندي رقم مفعل عليه الواتس نظامي، ضل عندي 4 ارقام. يا شباب ال4 ارقام هدول يعني رقمين منهم رقمين شغالات 100%، وعلى الاكيد ان شاء الله شغالات. انت كل ما هنالك مثل ما قلت لك تطبق الشرح 100%. خلينا ننتقل للجهاز طبعا التاني. حبايب، بعد ما جبنا الارقام هون ثبتناهم على الجهاز هذا، نقلناهم لهون. اي متصفح عندك، اي واتس، اي صفحة، اي حساب، قال لي هو راح تجي وتنسخ الارقام. اول رقم طبعا انت ما بيهمك شي طول، وراح تكبس الكبسة النصانية وراح تفوت على الواتساب مثل ما لكم شايفين شباب. طبعا راح تيجي تكتب هون 40 48 رقم هولندي يلي هو مثل ما شفتوا شباب. ما تيجي تعطيه اضغاط على الرسالة. شايفين شباب؟ ما تيجي تكبس هون اني تطلب الرمز، لا، راح تيجي تكبس النصانية شباب. راح تطلع منه بس ما تخرج طبعا، ها. وراح تفوت تنسخ الرقم الثاني. وراح نفوت على الواتس الثاني مثل ما لكم شايفين شباب. راح نيجي نكبس كمان 40 48، عفوا 40 48، وراح نيجي نلسخ الرقم الثاني. شباب شوفوا شو صار عنا هون. هون عنا صار اول رقم وهذا الثاني رقم. راح نيجي نلسخ الرقم الثالث مثل ما لكم شايفين، وراح نعيفه وراح نضل نستناه مثل ما لكم شايفين شباب. الوقت ضل عندي هون انا دقيقة واحدة فقط ليصير راس الساعة. شباب انتو بأي ساعة، ها، بأي وقت انتو، مثلا الساعة 1، الساعة 2، الساعة 3، الساعة 4، 5، يلي هو بيصير. بس حصرا راح تحكموا على راس الساعة مثل ما لكم شايفين شباب. راح تستنوا الوقت لبين ما تصير على راس الساعة عالضبط، وراح تكبس لإطلاب الرمز مثل ما لكم شايفين شباب. راح نستنى الوقت. يا شباب انتوا بس دققوا بالشرح وراح يشتغل معكم 1000000% بدون اي مشاكل. بس دققوا انتوا بالشرح، ولا تنسونا باللايك والاشتراك لحتى نستمر بالاحسن. يعني بخلال اول ما تصير عنا الساعة 4 عالضبط راح نطلب الرمز. صارت 4 شباب. شوفوا شو راح نسوي. طبعا اعطاني حذر، هذا الرقم محذور. راح ادخل على الواتس وراح امسحه وراح احط هذا الرقم مثل ما لكم شايفين شباب. هذا نسخته التالي. راح اعطيه نعم طلب الرمز مثل ما لكم شايفين. طبعا راح اعيفه وراح اروح اجيب الرقم الرابع. يا شباب انتوا بس تابعوا الخطوات نفس ما عم اشتغل انا بالضبط، يعني نفس ما عم سوي انا انتوا ساووا بدون اي مشاكل.
صدقوني راح يفتح معكم الرقم. يعني انا فتحت رقم تمام، اجتني بده كود الرمز، عرفت شلون؟ يعني حاط له رمز ورابطه على جيميل. طبعا ما حسنت افتح الرقم، رقم منهم. هون انا اخذت رقم الرابع، يعني عرفت شلون، وفعلته. يعني بخصوص الرقم، انت اول ما تفتحه اربطه بحساب جيميل وحط له كود، وهيك اي حدا ما بحسن بسحبه منك طاول. يعني انا بعد ما فعلت الرقم على 24 وجتني الرسالة وكل شي وحطيت الرسالة، للأسف طلع مربوط بحساب جيميل ومحطوط له رمز. عرفت شلون شباب؟ لهيك ما حسنت اخذ الحساب ولا بأي شكل من الاشكال. يعني انت اذا بدك الرقم ما يروح من عندك اربطه بحساب جيميل وحط له ضيف له كود، هيك ولا اي حدا بحسن بياخد منك الحساب. طبعا شباب مثل ما انكم شايفين شباب، الشرح بسيط وسهل جدا جدا. انت كل ما هنالك طبق الخطوات 100%، وصدقني راح يشتغل معك بدون اي مشاكل. شباب حسب يعني ارقام تطلع مضروبة ارقام هيك. شباب هلا شايفين، يعني شباب شايفوا مثل هذا الرقم، استنيته لبين ما خلص الوقت. شايفين اجاني الكود بدون اي مشاكل. شايفين شباب نفس الرقم يلي بالفيديو، مشان ما حدا يجي لعندي ويقول لي غير رقم او غير شي. شايفينه 55 وهذا اسمه 55. شايفينه شباب؟ هذا انا هيك مسميه. شايفين الكود شباب؟ شايفين التاريخ؟